هاد الحلقة كيخرج داود من المخفر ديال البوليس فين كتكون بهيجة ومرام وفكرية كيتسناو محمود، وكيقول لها اختي بهيجة، وهي ردت عليه ما تقوليش اختي. كيقول لها شنو ما بغيتي قولي، ولكن كتبقاي اختي. وهي تقول له يلا قول شنو بغيتي. كيقول لها عندك الحق، محمود ما عنده حتى ذنب، سامحيني وكنعتذر لانني اذيتك واذيت عائلتك. من الان فصاعدا انا غنبعد عليكم وما توليوش تشوفوا وجهي في حياتكم. انا درت اللي نقدر عليه حتى نعاونكم، ولكن واضح انني كاع ما نجحت في هذا الشيء. ان شاء الله تعيشوا مرتاحين اكثر بلا ما تقلقي. محمود شي ساعات وغادي يخرج بلا ما تقلقي، بلا ما تسناو بزاف. سيروا للدار. ومشاو خلاهم، وهي مرام تبعاتو بقات كتعيط عليه وتقول له شكون انت، يلا جاوبني شكون انت، يلا جاوبني. ويقول لها انا كما كتعرفيني مرام. وهي ردت عليه مازال كتجاوب بهذا الكلام غير مفهوم اللي كتهرب به. انا مليت من هاد التصرفات ديالك. كيفاش قدرتي تتصرف مع محمود هكا قدام الملازم سيزار؟ كيفاش كيسمحوا لك تهجم عليه؟ شكون انت داود؟ قول لي يلا جاوبني شكون انت. هو شدها بقوه وقال لها شوفي في عينيا مزيان، الى لحد الان ما عرفتينيش مزيان، معناتها من بعد ما عمرك غتعرفيني. من بعد هذا الوقت جايه كتسوليني شكون انا؟ ما كيهمش شكون انا وشنو كندير وفين، المهم تكوني مصدقاني وثيقه في هذا الشيء اللي كندير. انا داود. وهي تقول له معناتها تصرف بحال داود، وتنطرات منه وهو مشى ركب في الطوموبيل وخلاها. حدا البحر كاين علي وقدير والمحاميه، وعليه كيستنشق الهواء مزيان ويقول لها انا كنحب الهواء د البحر بزاف لاله ماها، كيخسر كلشي وصلح كلشي. حكي لينا شويه ديال التفاصيل. هذاك العامل داود شنو اخباره؟ واش كيدير؟ شنو درتو بجوج؟ عاودي لي النشاطات ديالكم. مشيتو لشي بلاصه مبهدله وكليتو الكفته وشربتو شي حاجه، اكلات شعبيه مثلا ومناضه. وبدا كيضحك عليها ويقول لها لا بلا ما تفهميني خطأ، ولكن هكا كتكون قصص الحب ديال الناس العاديين، كتكون بسيطة بزاف وسخيفة وما عندها حتى معنى. يترد عليه سي علي، انا هاد الفترة فرحانة بزاف، وحتى هاد التعليقات السخيفة ديالك ما تقدرش تبدل لي المزاج ديالي. ورد عليها فهمتك مزيان، هذا هو الحب، شنو ما طرا، المهم العاشق كيبقى فرحان، وانا كذلك فرحان بزاف، يعني حتى انا كنحب. هو يبوس الخاتم ديالو وبقى كيضحك، وهي ترد عليه كنظن السي علي ما تبقاش فرحان لهاد الدرجه، كاين بزاف القصص خصك تهتم بها مزيان في هاد الفتره. ويرد عليها شنو هاد الكلام الخطير؟ قصص مهمه بحالاش مثلا؟ ممكن نعرف؟ وهي تقول ليه تقرير ديال تدقيق الامور اللي وعدتي تنفذها لمدام مرام. وهي تعطيه ملف كان عندها وهو عطاه القدير، وقالت ليه كذلك توقيف تنفيذ فتح ساحة جديدة في منجم اللي موجود في حي المناجم، تنفيذ القرار ديال زيادة الأجور للعاملين في المنجم. شركائنا الفرنسيين غضبانين من قراراتك اللي تاخديها آخر فترة، متخيلين أنك تعطي المدام مرام أهمية أكثر من اللازم. سي علي انت كتعرف مزيان هاد الناس شنو ممكن يعملوا، وفاش ما كيوصلوش لداك الشيء اللي بغاو كيرجعوا ناس بلا رحمة. هدفهم هو المنجم وهو ما باغين يفتحوه. وهو يرد عليها مدام أراس، أنا وعدت مرام ومستحيل نتراجع على وعدي ليها لأي سبب. وهي تقول ليه عمل كما حبيتي. وفي الوقت اللي كانوا كيتحدثوا فيه جات سيارة داود، وهي المحامية قالت ليه على فكرة أنا معجبة بزاف بتوقعاتك، لأنه أنا وسي داود غادي ناكلو كفتة ونشربو اللبن. ورد عليها السي علي وهو كيضحك بالصحة والراحة. ومشات وركبات مع داود في الطوموبيل، وبقى علي كيشوف فيهم بجوج حتى مشاو. في الحي ماماين داود ماشيه وهي فرحانه كتسلم على ناس الحي. دخلت للدار وهي كتعيط على جلال وكتقول قال لك عيا بزاف في الخدمه في الليل كذاب. وبقات كتعيط عليه وتقول علاش هذا مازال ناعس حتى لهذا الوقت، يلا فيق. ومخلي الباب محلول حتى هو، مزيان اللي ما دخل علينا حتى حد للدار. وبقات كتقلب عليه وتعيط، ولكن ما كيجاوبش. كتقول ليه علاش ولدي مخلي الباب محلول؟ معقول هادشي اللي كدير؟ وفاش دخلت البيت ديالو ما لقاتوش، ولقات فوق فراشو تصويره. وهي استغربات، فاش دورات الصوره لقاتها مكتوبه. وقالت مع راسها علاش مخليها التصويره على الفراش؟
في بيت مرام في الصالون جالسة مرام وفكرية وبهيجة واقفة ومتوترة، وهي تقول ليهم شوفوا شحال في الساعة ومحمود مازال ما جاش، ما يمكنش هذا الشيء. هي فكرية تقول لها بهيجة تهدني شوية ويجي. صون الباب ومشات كتجري تحل الباب وقالت لهم اكيد جا محمود. حلات حافظة الباب ودخل محمود مبهدل وهاش شنطو ويقول لها حبيبة واخيرا رجعت. وهي تقول ليه كاين امور خصنا نهضروا فيها محمود ولازمك تشرح لي كل شيء بالتفصيل. ويقول لها واخا نهضروا في كل شيء بالتفصيل وما كاين شي حاجه ما عنديش ليها تبرير، ولكن سمحي لي دابا نرتاح ونعس شويه. واخا ريحتي ولات خانزه من ريحه المخفر البوليس، كانوا كيعاملوني كاني مجرم. وعطى المونطو ديالو الحفيظه وهي تقول ليه لا خصنا نهضروا في كل شيء دابا، ما بغيت حتى سؤال يبقى في راسي ما عنده جواب منطقي. هو يقول لها حبيبه انا عيان بزاف، معقول نهضروا هنا؟ خلينا نطلعوا لبيتنا ونهضروا على راحتنا. وهي تقول ليه لا حنا غندخلوا للصالون وانت تهضر قدام خوتي، اي حاجه وقعت لك من البارح حتى للساعه فاش تشديتي، والا مستحيل ندخلك لهاد الدار مره اخرى. ويقول للظريفه ممكن تحضري لي شي حاجه ناكلها، انا من البارح ما واكل والو. وهي ترد عليه حافظه واخا سي محمود. هو يقول لبهيجه واخا يلا زيدي نمشيو نتكلموا اذا. جلست بهيجه وجلس محمود وفكريه واقفه كتشوف فيه هي ومرام. هو يقول لهم اولا بغيت نعتذر منكم لاني حطيتكم في هذا الموقف وشغلت لكم بالكم، الا سمحتوا لي بغيت نشرح لكم شنو وقع بكل وضوح وصراحه. ويا بهيجه تقول له بعصبيه تفضل كنسمعوك محمود قول. في المطعم جالس داود ومها كيتغداو. هو يقول لها علاش دخلتي شراكه مع علي؟ وهي تقول ليه دابا عاد عرفت سبب هاد العرضه ديالك للغدا، يعني شكون هي مها اراس وعليا ناويه، هادشي اللي بغيت تعرف ياك؟ ويقول لها سمحي لي لا زعجتك باسئلتي مدام مها. وهي تقول ليه انا هنجاوبك بشكل واضح الشيء اللي باغي تعرف. الشركه اللي انا كنمثلها مع السي علي كانت باغيه تدخل شركه بالمنجم، ومدام مرام ما كانش تقبل باي شراكه مع السي علي. هو يقول لها وانتي قلتي نلعب هاد اللعبه، قلتيها تدخلي بالمبلغ اللي ورثتيه من عائلتك وكل شيء طلع كذوب طبعا. وهي تقول ليه انت عارض عليا لهنا غير باش تحقق معايا وتاخذ مني معلومات؟ اسمح لي انا غنمشي في حالي دابا. هي جات توقف ويشد لها في يديها ويقول لها مدام مها. وهي بقات كتشوف فيه اللي شد لها في يديها وقال لها الا بغيتي تكلمي غير انتي وانا نسكت. وهي تقول ليه وهكا نقدر نزيد نجلس شويه. هو طلق لها يدها وهي تقول ليه داود كرمان شكون هو وعليا شناوي؟ هو يقول لها يعني كتقولي العين بالعين، انا مجرد عامل منجم عادي. وهي تقول ليه ولكن شكلك كاع ما يبين هذا الشيء. ويقول لها كيف قلتي التحد ما كيبين كما هو؟ وهي تقول ليه بصراحه انا عامله واحد التحقيق بسيط عليك. ويقول لها بصح؟ وهي تقول ليه انت حاربتي في حرب الاستقلال ومتعلق بخواتك وما تقدرش تفرق عليهم، ايوب وماماك وجلال، مستعد دير اي حاجه على ودهم. في المطعم دخلت ماماين جلال والناس بقاو يشوفوا فيها، وهي مشات عند العامل نجاة وقالت ليه السلام عليكم ولدي، انا ماماين داود وجلال. رد عليها اهلا خالتي. وهي قالت ليه قول لي شفتي الدراري جاو اليوم لهنا ولا لا؟ ويقول لها لا خالتي اليوم اثنين كاع ما جاو لهنا. قالت ليه كاع ما جاو ياك؟ وراتو مور التصويره وقالت ليه قول لي ولدي شنو مكتوب هنا؟ قرا لي نشوف. هو شاف شنو مكتوب وقال لها ماما فاطمه هنا مكتوب بالفرنسي وصراحه انا كاع ما كنعرف الفرنسيه. وهي تقول ليه واش كاين شي حد هنا كيعرف؟ ويقول لها تقريبا كلهم كيعرفوا. وهي قالت ليه صافي خليني نسولهم. مشات لواحد الطبله فيها رجل ومراه كياكلوا. وهي تقول ليه مساء الخير الا سمحتي ولدي. وهي كتوريه الكتابه وهو قاطعها ويقول لها يلا سيري الله يسهل. وهي تقول ليه شنو كتقول؟ واش انا طلبت منك شي صداقه؟ شفتك لابس مزيان وجيت نسولك شنو مكتوب هنا وصافي. ويقول لها يلا سيري في حالك من هنا قلت لك الله يسهل. وهي تقول ليه لا حول ولا قوه الا بالله. مشات لطبله اخرى فيها عيالات كياكلوا. وهي تقول لهم قولوا لي من فضلكم شنو مكتوب مور هاد التصويره، واش صعيب عليكم لهاد الدرجه تقولوا لي شنو مكتوب؟ وهي مرة جاوبتها وقالت لها انا نقرا لك شنو مكتوب. وهي مخلوعه قالت لها شنو مكتوب قولي لي. وهي قالت لها ماما بلا ما تقلقي عليا ولدك كيبغيك بزاف
هادشي اللي مكتوب. وهي تقول مع راسها ما تقلقش عليه، والمراه ردات عليها وهي بقات كتقول جلال ولدي جلال، وخرجت مخلوعه. في دار مرام محمود قال لهم وهادشي كما قلت لكم وهكا طرا بالضبط. مرام وفكرية كيشوفوا فيه وقال لهم معناه انني بريء من اي تهمه موجهه ليا. ويا بهيجه قالت ليه حركاتك البريئه كاع ما بقات تاكل معنا السي محمود. شويه وهما يسمعوا الصونيت في الباب، ويا فكرية قالت لهم انا نشوف شكون في الباب. ويا كتلقى ظريفه كتحل الباب، ويا عطاتها هديه وقالت لها محمود صيفط لك هديه. خداتها من عندها وشكرتها وحلاتها، ولقات كتاب وقرات العنوان ديالو العشق والغرور باللغه الفرنسيه. وهي تقول جلال منين جاب هذا الكتاب زوين بزاف. وهي كتقلب فيه وهي طاحت منه ورقه، هزاتها ولقاتو كاتب لها فيها كنتسناك على الساحل، الا سمحتي ما تعطليش، كنعرفك كتحبيني وكنحبك بزاف حبيبه. شويه وهي تفكر وتقول لكن بلاتي فوقاش جلال تعلم الفرنسيه، هاد الشاب ذكي بزاف. مشات رجعت للصالون وتما لقات بهيجه كتقول لمحمود عاود لينا كلشي من الاول. هو يقول ليها من الاول، وهي ترد عليه من الاول محمود شنو فيها. وهي فكريه قالت لمرام شنو يعاود يحكي من الاول من غير اي حاجه، انا كاع ما طايقه نسمع صوته واصلا كيعاود نفس الهضره. وهي مرام تقول لها صافي سكتي فكريه. وهي تقول لها جلال صيفط لي هديه وقال لي كيتسناني على الساحل، طبعا الا سمحتي لي نمشي لعنده. ردت عليها مرام واخا ولكن عندك تعطلي. قالت لها فكرية اتفقنا، وباستها ومشات. وهي بهيجة قالت لها فين غادية فكرية. جاوبتها مرام ما كاين حتى حاجة مهمة، عندها شي شغل ديرو وترجع. وهي تقول فكرية انتبهي على راسك. وهي ردت عليها واخا. وهي بهيجة قالت لمحمود حنا كنسمعو. ويجاوب اوكي حياتي. كما قلت لكم في الاول الراجل اللي سميتو اسماعيل صالح أغلو باش ياخد المنجم من السي مالك حاول ياخد المنجم بالسيف عليه، لهذا بقى كيعذبو. السي مالك حاول يقاوم بزاف على قد ما يقدر، لكن كما كتعرفوا قلبه ضعيف وما قدرش يتحمل. ومن بعد القاتل اللي سميتو اسماعيل باش يرمي التهمه على داود دار المسرحيه الموسخه اللي فيها الشريط الاحمر واللوحه. وهي مرام قالت ليه واخا، وهاد القصص كلها شنو علاقتك بها؟ ويا بهيجة قالت ليه ومدام رولا علاش كتصل بينا في نص الليل، وعلاش تصيفط لك ورقه مكتوب فيها هرب من داود؟ محمود قال لها داود منين مشى عند اسماعيل باش يحاسبوا على داك الشيء اللي داروا مع السي مالك طبعا الراجل كذب. ومدام رولا كانت شحال هذه كتخدم عند اسماعيل، يعني ان هذيك الساعات كانت كتغني على المسرح ديالو. داود فاش عرف بهذا الشيء وطبعا كان معصب بزاف، هذيك اللحظه شك فيا وشك في مدام رولا. طبعا هاد الهضره خاطئه، وفكر اننا حنا مور هذا الموضوع، يعني موضوع القتل. وكاين اصدقاء مشتركين بين اسماعيل وبين رولا وخبروها بهذا الشيء. ومن منطلق انساني اتصلت بيا مدام رولا وخبرتني بان داود باغي يقتلني. وهي مرام قالت ليه اذا علاش عطيتي الفلوس لكوثر باش تمشي من الدار؟ الورقه اللي صيفطتي لرولا شنو كان مكتوب فيها يا محمود؟ يا بهيجة قالت ليه مدام رولا في كل بلاصة هاد المرة دخلت بيناتنا بحال الشبح الأسود. ومحمود جاوب لنفس السبب، مدام رولا كتبت لي ورقة فيها داود هيقتلك هرب، طاحت في يد كوثر، وكوثر استعملت هاد الورقة باش تهددني ولات كتبتزني بها، وأنا تعصبت من هاد الوضع وعطيتها شوية الفلوس وجريت عليها. مرام بقات كتشوف بهيجة وهي تقول له محمود انا ما مصدقه حتى كلمه من الهضره اللي قلتي. وهو محمود يقول لها هاد الهضره كامله ممكن تسمعيها من داود، هو كذلك يقولها لك، هو راجل صادق وما كيعرفش يكذب. وبصراحه انا باغي نحسن علاقتي به في هاد الفتره الجايه، واضح انت كتثقي فيه بزاف وانا كنثق فيه. جا واعتذر مني شحال من مره وانا سامحته، ولا بغيتي تاكدي الا كلامي صحيح ولا فيك كذلك تكلمي معاه وتاكدي. ويا مرام تقول له انا هادشي اللي هندير، انا باغيه نمشي ونتكلم معاه. ونضت وخلاتهم بجوج. هو محمود قال لبهيجه الا ما بغيتيش تخليني نعاود كلامي مره اخرى بغيتك تقولي لظريفه انني باغي ناكل الا سمحتي. وهي تنوض وبقى في الصالون بوحده. في الوقت اللي كانت خارجه فيه مرام باش تشوف داود وتاكد من الهضره د محمود،
جا عندها علي وهو هز ملف في يدو، قال لها مرة مرحبا. وهي قالت ليه الا ما كان شي حاجه مهمه انا خصني نخرج. ويقول لها لا الموضوع مهم بزاف عليها خصنا نتكلموا. هو يعطيها ملف وقال لها بخصوص الهضره اللي قلنا ديك النهار الخاصه برفع الاجور وصيانه المنجم وتوفير ساحه المنجم الجديده. جبت لك التقرير وقلت يمكن تبغي تدقي فيه، كل شيء مكتوب هنا بالتفصيل. هي بقات كتشوف في الملف وقالت لي شكرا بزاف علي. هو يرد بالصحه والراحه. وهي ردت عليه انا خصني نمشي للمطعم بالزربه. ويقول لها الا كنتي غدا على ود سي داود ما تعذبيش راسك، راه ما كاينش تما، ولكن انا عارف فين ممكن يكون. وهي بقات كتشوف فيه. ماما فاطمه مشات عند ولدها ايوب المخفر العسكر وبقات تعيط عليه وهو ينزل عندها وقال لها ماما شنو كاين ياك لاباس؟ وهي تقول ليه واش شفتي خوك جلال اليوم؟ قال لها لا كاع ما شفتو. هي تعطيه تصويره وتقول ليه ولدي شوف انا جيت من سوق الخضار اليوم وما لقيتش جلال، ولقيت هاد الصوره على فراشو مكتوب عليها بالفرنسيه مكتوب ماما بلا ما تقلقي عليا انا كنبغيك بزاف. هو ايوب يعنقها ويقول لها تهدني انت تهدني وما تقلقيش وانا نشوف شنو ندير، انا هنقلب عليه بلا ما تخافي. في ديك اللحظه كان الملازم سيزار نازل من الدروج وهو يقول لايوب ماما فاطمه وقع عليها شي حاجه؟ ويقول له لقات هاد الصوره في البيت. وبقى الملازم كيقرا شنو مكتوب فيها وهي بقات كتقول ليه وتبكي فين راه جلال؟ وقال لي يا جلال. وايوب قال لها تهدني ماما هلقاه بلا ما تقلقي، هلقاه بلا ما تخافي. الملازم سيزار بقى ساكت وكيشوف. فكرية مشات للساحل وكتقول مع راسها فين راك جلال؟ شويه وهي طوموبيل جات حداها هو خرج منها راجل وهي تقول ليه وهي خايفه هذا انت؟ في دار مرام جالسه بهيجه في بيتها جنب السرجم. شويه ويدخل عليها محمود جلس حداها ويقول لها انا عييت من هذا الشيء اللي كيوقع بهيجه، دائما كندابزو، انا دائما كنحاول نثبت براءتي قدام خوتك وانتي كذلك كتشكي فيا لانهم دائما كيأثروا عليك. خلينا نمشيو من هنا وما نخليوهمش يأثروا على علاقتنا بهذه الدرجه. خلينا نمشيو في حالنا، نمشيو لإسطنبول ونكريو شي دار صغيره فشي بلاصه تماك ونتمشاو جنب البحر ونمشيو للسينما ونتفرجوا على الافلام ونمشيو ناكلو الحلوى والكيك بالكراميل ونعيشوا حياه زوينه غير انا وانتي. وهي تقول ليه نمشيو محمود نمشيو. هو يقول لها موافقه حبيبه، اذا خلينا نبيعوا اي حاجه عندنا وبعدها نركبوا اول حافله ونمشيو لإسطنبول. وهي تقول ليه نمشيو حبيبه. شد لها يدها وبقى يتبسم معاها وهي تجري يدها بعصبيه وقالت ليه ما بقات حتى حاجه بهاد السهوله اللي انت مفكرها، اللي قدامك دابا ماشي بهجيجه، اللي كانت كتصدق اي حاجه كتقولها وكتقبل دير اي حاجه كتبغيها. ويقول لها فهمتك، معناتها اليوم ما يمكنش نتكلم معاك مادام انت معصبه، خليني نمشي. هو خارج من البيت وهي تقول ليه سير وخذ معاك رولا تفرحوا بعضياتكم. وخرج وخلاها وهو يقول لراسو هي بصراحه فكره زوينه بزاف. ورجعت بهيجه جلسات حدا السرجم. علي دا مرة من المطعم اللي فيه جالس داود وماها، هي جالسه معاه في الطوموبيل بقات كتشوف فيهم بجوج. ويقول ليها علي كما قلت انا عارفين كاين داود ها هو هنا. وهي تقول ليه نصاب لو كان قلتي لي بانه عنده موعد خاص ما كناش نتعذبوا ونجيو حتى لهنا. دابا ما يمكنش ليا نتكلم معاه، خليها نهار اخر ماشي ضروري اليوم. هو يقول لها كما بغيتي، لكن نبغي تعرفي واحد الحاجه في هذه الحياه، ما كاينش انا الوحيد اللي كنغضبك، حتى هو كيغضبك. لو كنت عارفه تغضبي لهاد الدرجه ما كنتش جبتك لهنا. وهي ترد عليه علي شوف انا نغضب ولا ما نغضبش انت ما عندك حتى علاقه. وهي كتشوف فيه هو داود شافها في الطوموبيل وقالت لعلي دابا الا سمحتي بغيت نرجع للدار. هو تبسم وقال لها كما بغيتي. ويقول القدير سير للدار الله يخليك. في اللحظه اللي كانت غاده في حالها وداود كيشوف فيها انتبهت معها لداود فين كيشوف، دورت راسها حتى هي للطوموبيل. وهي تقول ليه شفتي شي حد كتعرفو ياك؟ هو ما جاوبهاش وقال لها خلينا نمشيو. وهي تقول ليه انا كنظن شفتي شي حد ما بغيتيش يشوفني معاك مادام مرام ياك؟ هو هز راسو. وهي تقول ليه انا كنشكرك على الغداء داود، انا بغيت نتمشى شويه. هو يقول ليها واخا. وهي تقول ليه بسلامه. ورد عليها بسلامه.
وناضت مشات في حالها وبقى جالس في بلاصتو. ماما فاطمه حدا مخفر العسكر كتقول لولدها ايوب جلال ما كيمشي حتى البلاصه بلا ما يقولها ليا. لقى لي يا ولدي ما تخليهش يمشي. هو يخرج الملازم سيزار، هو ايوب يقول ليها ماما راه ما خصكش تبقاي هنايا. هو الملازم جا هو يخبرنا، والملازم يقول ليه فين هي السياره توصل ماما فاطمه، وايوب يقول ليه توصلها خارج القريه عند اختها، وهي تقول الا سمحتوا ما تصيفطوني حتى البلاصه، الا ما عرفتش شي اخبار على ولدي جلال ما نقدرش نمشي. وايوب يقول لها ماما ما تعمليش هكا الله يخليك، اول ما نعرف شي حاجه عليه نوعدك نجي عندك ونخبرك. وهي تقول الملازم سيزار جلال وقعت ليه شي حاجه ياك؟ ما باغينش تقولوا لي حيت ما نتحملش. وايوب يقول لها ما كاينه حتى حاجه، قول لها سيدي. وهي تقول لهم على هادشي باغيين تصيفطوني ياك؟ والملازم سيزار يقول لها ماما فاطمه شوفي انا كنواعدك انا هلقى لك ولدك ونجيبو لك، لكن انت خرجي من القريه. وهي تقول ليه انت هتلقى لي ولدي جلال ياك؟ هتلقى لي جلال ياك؟ هو يهز راسو في الرايه وقال لها سمعيني نحلف لك بنتي ما إل هاد الرايه هلقى لك ولدك ونجيبو لك. وهي تقول ليه الله يرضى عليك يا ولدي، وعنقاتو. شويه هو يخرج مروان، هو ايوب يشد ماما ويقول لها صافي ماما ارتاحي شويه هلقاو جلال ونجيبوه ليك. وباسوا ليها يديها وقال لها الملازم سيزار تسناي منا الخبر، ومشات تركب في الطوموبيل وهي كتبكي. والملازم سيزار قال لأيوب ممكن ترجع لشغالك دابا. مشى أيوب والسيد مروان قال الملازم سيزار من الأحسن السيدة فاطمة تبعد هاد الفترة، الفرنسيين ممكن يأذيوها في أي لحظة، وما كيحاولوا يصيفطوا رسائل داود، كيحاولوا بكل الطرق يضغطوا عليه، وقع ما همه حط راسو براسهم. الله يكون في عوانه، الله يكون في عواننا كاملين. مشى داود لمزرعة قصاب أغلو، وفي البيت قصاب ناعس في الفراش وبنته كتوكلو كيقول لها بارك عليا خديجة باركة، واش بغيتيني ناكل حتى المعلقة؟ خديجة قالت ليه خصك تكمل الشوربة كاملة. بقى كيتأفف، شاف داود دخل عليه ويقول ليه أهلا داود أهلا. خديجة كذلك رحبت به ويرد عليهم أهلا بكم. وقصاب يقول ليه ولدي هضر مع خديجة وقول لها شي حاجة، هذا ثالث صحن كتوكلني، أنا فعلا كنبغي الشوربة ولكن عمرني ما نولي نشربها من تحت راس بنتي، شنو هاد الشيء؟ ويا خديجة تقول ليه أنا هاد الهضرة كاع ما كنفهمها، الدكتور قال لك خصك تاكل مزيان. هو يرد عليها بنتي الغزالة واخا، ولكن على الأقل سمحي لي ب5 دقائق نرتاح شوية، يلا بنتي الزوينة يلا. وهي شافت في داود وقالت ليه واخا. وداود جلس حداه وقال ليه طمني عليك كي بقيتي؟ وقصاب قال ليه دابا انت وليتي بحال ولدي، وهذه المره الثانيه اللي كتنقذ فيها حياتي داود. ويقول ليه استغفر الله قصاب بغلو. ويقول ليه قصاب انت كيف بقيتي طمني؟ قبضتو على الكلب اللي سميتو محمود؟ هو داود قال ليه قبضت عليه، حققوا معاه وخلاوه يمشي من بعد. وقصاب يقول ليه خلاوه يمشي كيفاش؟ انت شنو كتقول؟ هو كيحاول ينوض من الفراش. هو داود شدو وقال ليه تهدن، الاول فهم الموضوع تهدن شويه، استعملنا محمود بحال الطعم باش نشدو عليك اليك ومن بعدها نشدوهم بجوج ان شاء الله. هو قصاب قال ليه يعني في الاول نمشيو امور الدوله مزيان، حنا وعائلتنا فداء الوطن، المهم هاد الكلاب بجوج في التالي خصهم يتشدوا بجوج ويتحاسبوا. حرام هاد البنات بعد الموت دباهم اضطروا يعيشوا مع داك الحقير، الله يحميهم ويكون معهم. وداود قال ليه فاش عليك ليك يوقع بين يدينا بجوج بهم النهاية ديالهم هتكون خايبة بزاف بلا ما تقلق. هو قصاب أغلو قال ليه ان شاء الله ان شاء الله. في ضرورة كان دقان على الباب، فاش مشات تشوف شكون لقات محمود، وبلا ما تفتح ليه الباب بقات كتطلب منه يمشي في حاله بسرعه. هو بقى كيطلب منها تفتح الباب، وهي قالت ليه قلت لك سير في حالك. هو قال لها حلي الباب بالزربه ولا هندير مشكل. هي حلت الباب وهو دخل، وهي تقول ليه شنو كاين شنو بغيتي مني؟ هو يقول لها مشيتي وقلتي كلشي للعسكر، كيفاش ديري هاد الشي فيا؟ فهميني
انتي ماشي ماما ولدي، كيفاش تبيعيني؟ وهي ترد عليه: انت اللي عاودتي لهم كل شيء. قالوا لي سي محمود عاود كل شيء، وانتي اللي كتعرفي سي اسماعيل ومخططه لكل شيء، عليها انا عاودت ليهم. ورد عليها: الاستخبارات والعسكر والشرطه كلهم مجتمعين وعارفين التفاصيل كلها، ولكن فعلا انا ما عاودت حتى حاجه. معقول انا بيدي نحرق مستقبلكم ومستقبل ولدنا؟ عرضوا عليا نخدم معاهم جاسوس، قالوا لي خصك تقرب من علي وتعاود اي حاجه كتعرفها، وانا كاع ما قبلت بهذا الشيء، لاني انا نقي في الداخل ديالي وكاع ما ندير هذا الشيء. وهي تقول لي: متاكد هذا الشيء اللي كتقول صحيح؟ ويقول لها: ايه صحيح. هي بقات ساكته ويقول لها: رولا، انا كنحبك بزاف، انتي ولدنا، وكنواعدك ندير المستحيل حتى نامن لكم احلى مستقبل. شوفي، انا رغم الخطر ها انا كاين هنا، الا سمحتي ثقي فيا. وهي تقول لي: محمود، شنو خصنا نديرو حتى مرتك الهبيله خسرتيها؟ ويقول لها: وإلا خسرتها شنو المشكل؟ زعما شي وقع؟ اصلا انا طلعت ليا في راسي. ومشى جلس وهي مشات جلست حداه. هو يقول لها: خلينا نهربوا نمشيو لاسطنبول، انتي تغني تماك وانا نلقى خدمه، ونكريو بيت صغير في شي بلاصه، ونتمشاو جنب البحر، ونمشيو للسينما ونشوفوا افلام بجوج بينا، ومن تماك نمشيو لمحل الحلويات وناكلو كيك بالكراميل، نعيشو حياه زوينه مع ولدنا. وهي تقول ليه: موافقه محمود. هو يرد عليها فرحان: مزيان بزاف. وتعانقوا بجوج، وكل واحد فيهم كيشوف بنظرات الغدر. جنب الواد جالسه مرام بوحدها وكتفكر. فاش كان داود جالس في المطعم المنجم، وفاش دخلت لقاتو جالس مع ماها وهي شاده ليه في يدو، وكذلك في المطعم اللي داها ليه علي فاش شافتو مع ماها، وبقات كتفكر كلام علي فاش قال لها بانه في هذه الحياه ماشي هو بوحدو اللي كيغضبها، داود كذلك كيغضبها. شويه وهي جات عندها اختها بهيجه قالت لها: ما جايكش البرد؟ هنا البرد شويه. وهي تقول لها مرام: فعلا البرد، ولكن قلت نشم شويه د الهواء يمكن نرتاح. وهي تقول لها بهيجه: شوفي فيا، انت مضايقه من شي حاجه؟ وهي تقول لها: كل ما الواحد كيكبر كل ما كتكبر المسؤوليات اللي عليه بهيجه. اختي الحياه كتصعب اكثر، توحشت نرجعوا صغار لهذيك الايام اللي كنا نضحكوا فيها هنا انا وانتي وفكريه. ويا بهيجه تقول لها: حنا علاش رجعنا تعيسات اختي؟ انا عقلي مخربق بزاف بخصوص محمود، وكاع اللي طرا مع رولا كيدور في راسي في كل وقت. ولا تقول لها: بالنهايه الحقيقه لازم تبان بوضوح لكل شيء، ولازم نتسناو، ما كاينش شي حل اخر. يا بهيجه تقول لها: وقع لك شي حاجه؟ انا كنفهمك اختي، قولي لي شنو عندك. يا مرام ردت عليها: ماشي انتي بوحدك اللي غرقانه بالشك والحيره بهيجه. ويا بهيجه تقول لها: داود ياك، داود كيغضبك بزاف، شحال مرة قلت ليك بعدي عليه. وهي تقول لها مرام: بهيجة الا سمحتي ما تعاوديش. وهي بهيجة تعنقها وتقول لها: صافي سمحيلي، ولكن انا ما باغياش اختي الزوينة تغضب من اي حاجة في الدنيا، كذلك داود خصو يعرف قيمتك وما يغضبكش. ومرام بقات كتبكي ساكتة. في المطعم جالس ايوب وحط صويرة خوه جلال، ويجي داود ولقاه ويسولو: ايوب انت اش كدير هنا؟ ما عندك خدمة؟ ايوب بقى ساكت. هو داود يقول ليه: وقع شي حاجه خايبه؟ ورد عليه: خاي انا باغي نقول لك شي حاجه ولكن بقى مهدن. ويقول ليه داود: ايوب تكلم. وايوب قال ليه: جلال مختفي ومخلين هاد الصوره في الدار، وكاتبين موراها: ماما ما تقلقيش عليا، ولدك جلال كيحبك بزاف، ولكن بالفرنسيه. هو يسول عامل المطعم نجاة: واش خاي جا لهنا؟ ويقول ليه: لا مع الاسف كاع ما جا. وايوب يقول ليه: مع الاسف حتى حد ما شافه. وداود يقول: معقول داروا له شي حاجه خايبه؟ وايوب يقول له: خاي شكون هادو؟ وداود يقول لهم: انا خصني نمشي. خدا الصوره ومشى، وبقى ايوب تابعو كيعيط عليه: خاي. وداود ما كيردش عليه. شويه وايوب شدو بقوه وقال له: خاي انا باغي نمشي معاك. هو يقول له: انت خليك مع ماما ما تجيش معايا. وايوب يقول له: جلال خويا حتى وانا لازم نجي معاك. وداود يقول له: صافي ايوب، انت كاع ما تدخل في هاد الامور، خليك مع ماما، فهمتي شنو قلت لك؟ ومشى وخلاه. في مكان مظلم شدود جلال
شوية وتحلت الباب وهما يدخلوا فكرية، هو يقول لها فكرية، هي ردت عليه جلال، وما يتعانقوا. شوية هو جلال مشى عند جوج د الرجال اللي دخلوها وتهجم عليهم وقال لهم شنو بغيتو من البنت يا عديم الشرف. هو يدفعهم وخرجوا بجوج وشدوا الباب. هو يقول لها انتي مزيانة، وهي ترد عليه مزيانة، وتعانقوا. ويقول لها ما تخافي ما تبكي، انا هنا. وهي فكرية تقول له جلال شنو واقع، انا ما فاهمه حتى حاجه، هما علاش جابونا لهنا. ويقول لها خداونا حتى يجيبوا خاي داوود لهنا، ولكن كاع ما فهمت علاش جابوك انتي. وبقى كيشوف واحد السرجم داخل منه الضوء.